برشلونة. البارسا 20 لقب عالمي. البارسا 5 ألقاب في 2015. البارسا 3 ألقاب في كأس العالم للأندية. البارسا تتقدم السنوات ويزداد شغفهم على تحقيق الألقاب والبطولات، وبالتأكيد على تقديم النجوم والأسماء الكبيرة والأساطير. اليوم يقدمون جيلا رائعا من اللاعبين بقيادة لويس إنريكي الذي يكمل مسيرة بيب غوارديولا، مسيرة الألقاب، مسيرة الإنجازات، مسيرة برشلونة التي لا تتوقف عند أحد. فهو نادي أو ليس مجرد نادي كرة قدم، هو بالنسبة لبرشلونة دائما عندهم هذا الشعار اللي يحبون يأكدون للكل. بالتأكيد أنه هذه البطولة التي يتوج فيها البارسا بعض الأسماء تتوج فيها المرة الأولى، بعض الأسماء سبق وأن توجت فيها من قبل بالنسبة لداني ألفيش، كذلك الحال لإنيستا، ليونيل ميسي، نيمار الذي سيتوج بلقب هذه البطولة سعيدا. لا بأس من بعض اللقطات الكوميدية لداني، لربما حصل على مكان آخر في أن يكون ممثلا كوميديا بعد نهاية مسيرته في برشلونة. لما لا داني؟ اللقطات رائعة جدا، الأجواء رائعة جدا، برشلونة رائع جدا وجدا وجدا وحتى بلا حدود جدا. البارسا على هذه الأنغام يرقص فرحا بلقب جديد، يتوج ببطولة جديدة، يصنع التاريخ، ويحتفلون لاعبيه وجماهيره في كل مكان في العالم. برشلونة اللقب الخامس في العام 2015. البارسا ثالث ألقابه في كأس العالم للأندية، وبالتأكيد إنريكي أكثر الناس سعادة مثلما هو أكثرهم هدوءا، مثلما في داخله الكثير من الثقة، مثلما كان يواجه تلك الانتقادات بهدوء تام. بسيطة، لا أريد أن أبالغ، نقول في كل سنة كأس جديدة. برشلونة يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخها. نحن برشلونة نعيش من أجل الفوز بالألقاب، من أجل الإحياء أو من أجل تقديم المتعة لجماهيرنا، من أجل الفوز دائما وأن نكون إلى الأبد في القمة. لسان حال البارسا في يوم تاريخي وفي لحظات تاريخية وفي يوكوهاما أمام هذه الأجواء الرائعة جدا. الكل سعيد بالتأكيد، ونحن سعداء بهذه التغطية، بهذه البطولة على مستوى كأس العالم للأندية التي يتوج فيها برشلونة بطلا كما كان يتوقع الكل. سيداتي وسادتي، على هذه الصورة التاريخية، على هذا التتويج لبرشلونة بلقب هذه البطولة وعلى لقبه رقم 5 في العام 2015.